اليوم غادي نسافروا لداخل جسمنا باش نفهموا سر واحد من أكثر الأمراض اللي كتزورنا: الرواح أو الزكام. أمراض خطيرة بحال الجدري، الحصبة وشلل الأطفال قدرنا نقضيو عليها بالجلبة واللقاحات، ولكن الرواح اللي مرض بسيط باقي كيشدنا بزاف ديال المرات في العام. علاش يعني ما كنكتسبوش مناعة ضده؟ في الأول خاصنا نعرفوا باللي الرواح كيدخل من النيف وكيلصق في الخلايا ديال المجاري التنفسية والجيوب الأنفية. المفاجأة هي أن هذيك الكحبة والنيف اللي مسدود وديك الحمورية ماشي الفيروس اللي كيديرها، هذاك غير جهاز المناعة ديالنا اللي خدام كيحاربو. كيصيفط كريات الدم البيضاء اللي كتفرز مواد كتوسع العروق وكتجيب الدم بزاف، وهذا الشيء اللي كيسد لنا نيفنا وكيخلي المخاط يتجمع ويدير الكحبة وسيلان الأنف. الرواح هو أكثر مرض كيقيس البشرية. الشخص البالغ كيجيه من 2 حتى ل4 المرات في العام، والدراري الصغار من 6 حتى ل10 المرات. نرجعوا لسؤالنا: واش جسمنا ما كيعقلش على الفيروس؟ بالعكس، جهاز المناعة ديالنا ذكي بزاف وعنده ذاكرة قوية. ملي كيدخل ليه الفيروس كيصنع ليه أجسام مضادة، وإلا رجع نفس الفيروس كيقضي عليه في البلاصة بلا ما تحس بأي أعراض. ولكن السر هو أن الرواح ماشي فيروس واحد، كاين أكثر من 200 نوع مختلف ديال الفيروسات اللي كدير الرواح، بحال الرينو فيروس والفيروس التنفسي المخلوي والكورونا فيروس العادية. يعني كل مرة كتمرض كتكون تصابيتي بنوع جديد اللي عمر جسمك ما شافو وما عندوش ضدو مناعة مسبقة. علاش ما داروش ليه جلبة؟ صعيب بزاف تصنع لقاح ل200 فيروس كيتحور وكيتبدل ديما، خصوصا وأن الفيروسات ما عندهاش جدار خلوي بحال البكتيريا اللي نقدروا نستهدفوه. وزيد عليها التكلفة الغالية ديال الأبحاث على مرض بسيط كيمشي بوحده من بعد أيام. الشركات كيفضلوا يركزوا على الأمراض الخطيرة، والدويات اللي كنشريو غير كتهدن الأعراض بحال السخانة والحريق وما كتقتلش الفيروس أساساً. وهنا كاين واحد الخطأ كبير وكارثي كيديروه بزاف د الناس، وهو استعمال مضادات حيوية أو لي زونتيبيوتيك عند كل نزلة برد. لونتيبيوتيك مخدوم للبكتيريا ماشي للفيروسات. إلا خديتيه في الرواح كتقتل غير البكتيريا النافعة اللي في جسمك، وكتخلق بكتيريا شريرة قوية ومقاومة للأدوية كتسمى بالسوبر باغ. ما تاخدوهش إلا باستشارة الطبيب في حالة وقع تعفن بكتيري. أحسن علاج هو الراحة والنعاس المزيان، وتبقى في الدار باش ما تعديش الناس، وشرب السوائل الدافئة اللي كترطب الحلق، وبعد على أتاي والقهوة حيث الكافيين كينشف الجسم ويزيد يجفف ليك الحلق. كنتمنى نكون خففت عليكم. بقاو على خير وأحلام سعيدة ومريحة مع ثقافة في المخدة.